بس تبييض؟ ها أكيد مش أنا. حبيت. أنا صراحة كتير مستغربة. ما كنت متوقع هيك نتيجة أبدا ولا بمليون سنة. هاي يا حلوين، كيفكن؟ إن شاء الله تكونوا كتير منيح انتوا عم تحضروا فيديو اليوم. إذا كنتوا جديد على القناة، أنا اسمي سارة، وبعرف إنه في كتير صدى بالأوضة، بس لأنه أنا مني بالاستوديو تبعي رح جرب قد ما فيني بالإديتنج إني ظبط الصوت. رح يضل في صدى بس رح يصير الصوت شوي أحسن. anyway guys، أنا بفيكيشن بلبنان، قررت إنه عبالي أعمل ميك اب، عبالي صور لكم فيديو، وخطرت عبالي فكرة، ليش ما بخلي الذكاء الاصطناعي هو اللي يحدد لي الميك اب تبعي؟ اكيد كلكم سامعين بالذكاء الاصطناعي او الاي اي اللي هو انشهر كتير وكتير ترندي هلا على السوشيال ميديا. كل شيء عم نشوف عليه الذكاء الاصطناعي، فالذكاء الاصطناعي عم يساعد الناس حاليا كمان يحسنوا بشغلهم، في ناس عم تخسر شغلها من وراء الذكاء الاصطناعي. anyway guys، اول مره بعمل هذا الشيء واول مره بستعمل الذكاء الاصطناعي كمان حدد شو هو الميك اب اللي بيلبق لي، وبهالطريقه رح تقدروا انتم كمان تستعملوا الذكاء الاصطناعي كمان تشوفوا شو هو الميك اب اللي بيلبق لوجهكم انتم. اذا حابين تفوتوا بهالتجربه معي، keep on watching، بس قبل اكيد ما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب. خلينا نبلش. من الاول حابه اخبركم انه انا ما عندي فكره كيف رح يمشي هذا الفيديو، كيف ممكن الذكاء الاصطناعي يساعدنا بالميك اب، ما عندي فكره. خليني اخبركم شوي عن الذكاء الاصطناعي، انا وعم نبش كيف تنعمل هذه الخبريه. الفكره بالاي اي او الذكاء الاصطناعي artificial intelligence هو انه بتسالوا السؤال اللي بدكم اياه او بتحطوا عليه الاطروحه اللي بدكم اياها، وهو بيجمع كل المعلومات على الانترنت الموجوده وبيجاوبكم على سؤالكم، يعني بعد ناقص حدا يفكر عنها. بالذكاء الاصطناعي في 2 ويب سايت كتير مشهورين، يلي هن اول واحد شات جي بي تي اللي انا هلا استعملته كرمال اقدر اعمل انترو او مقدمه للفيديو تبعي. ما بصدق. مرحبا فيكم بفيديو اليوتيوب لتعليم المكياج. رح تتابعوا معي درس تفصيلي لطريقة وضع المكياج للحصول على نتائج مذهلة. أما تاني ابلكيشن فهي رح تحدد أو تفرجينا صورة عن الميك اب اللي أنا رح أعمله. كرمال نبلش بالميك اب رح اكتب أول خطوة للميك اب شو هي؟ تحضير البشرة قبل المكياج. جنريت. خلينا نشوف شو حيقولوا لنا كيف نحضر بشرتنا. خطوات تحضير البشرة قبل المكياج. هل تريدين الحصول على مكياج جميل وأنيق؟ هل تريدين؟ الخطوات، أولاً تنظيف الوجه، بتنظفي وجهك بمنظف مناسب لنوع بشرتك. أنا أوريدي منظفة وجهي. تاني خطوة هي التقشير. أنا مش عاملة تقشير لوجهي، هلا بدنا نعمل تقشير للوجه. رح نبلش بتقشير البشرة. أول شي خليني أرفع شعري لفوق. هلا بدي تلي وجهي مي. باخد من المقشر على إيدي، أوكي. بيجي فيه مثل حبيبات بيعملوا تقشير للوجه وبيشيلوا الخلايا الميتة، وببلش استعمله على وجهي بطريقة دائرية، وبرجع بشيل المؤشر عن الوجه. ننتقل لتاني خطوة اللي هي التبييض. عندما تكون بشرتك جاهزة للتبييض يمكنك استخدام مرطب تبييض البشرة لإضفاء لون أكثر إشراقاً وتوهجاً على بشرتك. بس تبييض؟ رح استعمل سيروم من جارنيه سكين اكتيف اسمه فاست برايت، يعني ببيض الوجه، ووزعه على كل الوجه. رابع خطوة هي الترطيب. رح استعمل مرطب من ماك كوزماتكس لأنه بقدر استعمل من بعده ميك اب. رح اخد من المرطب وزعه على ايدي وارجع وزعه على كل الوجه. جايز حضرنا البشرة وهلا صار وقت نبلش بالميك اب، واكيد الذكاء الاصطناعي هو رح يحدد شو هو الميك اب رح اعمله. انا فتحت ابلكيشن هلا قدامي او ويب سايت، رح نزل عليه صورة، رح اختار هيدي الصورة لانه الوجه مبين. مين هيدي؟ بس بدي افهم مين هيدي وليه الميك اب تبعها بقرف. لا أنا توقعتهم يعملون شي حلو صراحة، ما عملوا شي حلو أبداً. ها أكيد مش أنا، يعني ها أكيد مش أنا. رح نروح نرجع على الشات جي بي تي ونشتغل هونيك.
تنظيف الوجه نظفناه، ترطيب الوجه رطبناه، وضع البرايمر بعد ما حطينا برايمر. بدنا ننتقل لثالث خطوة اللي هي وضع البرايمر. رح استعمل برايمر من ماك اللي هو فيكس بلس. برطب البشرة، بخلي الميك اب يلزق أكتر على الوجه. رابع خطوة بنحط الفاونديشن بواسطة فرشاة أو اسفنجة. عندي فرشاة وعندي اسفنجة. بنبلش بكمية قليلة وبنزيد تدريجيا تنحصل على التغطية المطلوبة. رح استعمل هذا الفاونديشن من لوريال اسمه ترو ماتش، ورح بلش وزعه على الوجه. كتير بحبه لهذا الفاونديشن لأنه شايفين قديه سائل وبيبين كأنه بشرتكم. ببراش للفاونديشن رح بلش وزع الفاونديشن على الوجه، وببيوتي بلندر رح ارجع اقطع على كل الوجه لانه عادة الفرشاية بتترك وراها خطوط بالفاونديشن. هلا انا ما رح زيد فاونديشن لانه عبالي انه التغطية تكون خفيفة، يعني على القد عطاني لمعة كتير حلوة للوجه ووحد لي لون وجهي، بس التغطية كتير خفيفة، ولهيك استعملت هذا الفاونديشن تحديدا. كيفية وضع الكونتور والهايلايت. وضع الهايلايت لازم نحطه على مناطق الوجه الأعلى يلي بتلقى الضوء بشكل طبيعي، مثل الجبين، عظمة الخد، أعلى الأنف، عظمة الحاجب. اوكي، بما اني مسافره وبفاكيشن ماني جايبه كتير ميك اب معي، جايبه هيدي الباليت من ميك اب فور ايفر يلي فيها كونتور وهايلايت وبلاش بباليت صغيره. شوفوا جايز، هيدي الباليت كتير بستعملها بالسفر انا، رح نستعملها ما في غيرها. بفرشاية رح اخد لون فاتح كرمال نعمل هايلايت. رح اخلط هول اللونين مع بعض. رح احط على الجبين، عظمة الخد يلي هي هون، عظمة الأنف، وعظمة الحاجب يلي هي دغري تحت الحاجب تبعنا. الكونسيلر منه هايلايت، الكونسيلر بيجي لونه أغمق من الهايلايت، والفكرة منه بس إنه يلغي الهالات السوداء اللي بيكونوا موجودين تحت العين. يجب وضع الكونتور على مناطق الوجه التي تحتاج إلى إضفاء بعد ظل. أوكي، مثل الفك، جوانب الجبهة، جوانب الأنف. لاحظتوا إنه ما حدا حكى عن الخد. رح اخد من هذا الكونتور بنفس البراش ورح احط على جوانب الجبهة يلي هي هون، جوانب الأنف يلي هو هون. على الخد ما قالوا لنا نعمل شيء فما رح نعمل شيء. لازم ندمج الهايلايت والكونتور بشكل جيد تيصير عندنا تأثير طبيعي ونتجنب الخطوط الواضحة. أول شيء رح بلش ادمج الهايلايت اللي هن الألوان الفاتحة، ورح استعمل بيوتي بلندر صغيرة. رح بلش ادمج تحت العين أول شيء. أول مرة صراحة بحط هايلايت على الخد على القد، ما بعرف إذا رح حبه أو لا، خلينا نشوف. ما بصدق قديه الأصوات مزعجة، قديه بدي أنطر، صار لهم أسبوعين عم يشتغلوا، يعني هن مش ناويين يوقفوا أبداً. أوكي، الكونتور بطل مبين أبداً. هلا بدمج الأنف. خامس خطوة هي نحط لون على الخدود، لازم نحط بلاش. أوكي، رح استعمل نفس الباليت، رح اخد هيدا اللون البلاش ورح بلش حطه على الخدود. شايفين عن جد انه عطى حياة للوجه، كتير حلو. اخر خطوة هي الانتهاء بالبودرة الخفيفة، يعني لوز باودر. اوكي، هلا لازم نحط لوز باودر على الوجه. اول شي رح استعمل هذا اللوز باودر من هدى بيوتي، لونه بيجي شوي على بينك فاتح كرمال اقدر بيض تحت العين. رح اخد من لوز باودر وبلش حطه تحت العين، بالباقي بقطع على كل الوجه كرمال ثبت كل شي محله. خلصنا الوجه وهلا رح ننتقل لميك اب العيون. رح اعمل حواجبي اوف كاميرا وارجع. علمت حواجبي بشكل خفيف وسريع ورح ننتقل لميك اب العيون. خلينا نشوف الذكاء الاصطناعي شو رح يقلي او شو اكثر ميك اب عيون بيلبقلي. خلينا نبلش. ما هو المكياج المناسب للون العيون البني؟ لأنه أنا عيوني بنيات.
فينا نستعمل لون أسود رمادي أو بني غامق أو أرجواني. حبيت. جايبة معي جايز أرجواني. أنا كنت مفكرة إنه هيدا أزرق مش بيربل. في هون عندي ألوان بيربل، وفي عندي هيدي الباليت يلي فيها ألوان بنيات، وآخر باليت جايبتها معي فيها ألوان كمان بنيات. أكيد إنه الأرجواني يعني بيربل، بتصدقوا أنا مؤمنة أكيد. شو يعني أرجواني؟ بس أتأكد لما أكون عم بعمل ميك اب ما خصه. بفرشاية نظيفة رح بلش بلون بني، ورح وزع هيدا اللون على الكريز أول شي، ورح ارفع لفوق. بفرشاية تاني كمان نظيفة رح اخد لون فاتح افتح من اللي انا حطيته، ورح بلش ادمج اطراف البني اللي استعملته. بفرشاية تاني رح اخد لون الارجواني او البيربل، ورح بلش حطه على العين من فوق كلها. هول الالوان جايز مفروض انه يظهروا لي لون عيوني بشكل واضح. هيدي النتيجة جايز. عم فكر اني استعمل باصبعي هيدا اللون اللي هو هيك، لاحظوا فيه لمعة. واو اللمعة كتير حلوة. ورح احطه بنص العين كرمال اعطي شوية ابعاد للعين. لاحظوا بتبين العين هيك مبرومة اكتر، بس بنص العين من فوق لتحت 100% جايز. خلصنا من الاي شادو ورح نكفي بالخطوات. تالت خطوة هي الكحل الأسود. الكحل الأسود هو أداة المثالية لتحديد لعيون البنيات. فينا نرسم خط رفيع من الكحل الأسود على الجفن العلوي والسفلي كرمال نحصل على مظهر جذاب وملفت للنظر. رح نسمع للذكاء الاصطناعي شو عم بقلنا. رح استعمل ايلاينر ورح بلش اعمل خط رفيع على العين من فوق ومن تحت، يعني ايلاينر. ما بتذكر اخر مرة حطيت فيها ايلاينر على عيني من تحت، ابدا ما بتذكر. بس اوصل على الاخر بخلي الخط رفيع شوي هيك لبرات العين. شو رأينا جايز؟ انا صراحة كتير مستغربة. يعني بالعادة هيدا مش ستيلي بالميك اب، لا الألوان ولا الطريقة. رابع وآخر خطوة هي الماسكارا. بدنا نحط ماسكارا سودا. أنا صراحة ما بعرف، ماني كتير مقتنعة بالميك اب. بليز خبروني شو رأيكم بالكومنتس. يمكن ماني معودة على هالألوان، يمكن ماني معودة على شكل هيك، ما بعرف. حاسة في شي غريب كان. رح استعمل تلسكوبيك ماسكارا من لوريال اللي هي الماسكارا اللي أنا كتير بحبها وبحسها إنه كتير بتكثف الرموش. خلينا نشوف. بحس الماسكارا بتظبط كتير الميك اب، يعني لازم ننطر الميك اب لآخر خطوة تنعرف إذا عن جد ظابط أو مش ظابط. على الأكيد إنه لون عيوني كتير بارز، على الأكيد إنه عن جد لون العيون برز. لون أحمر شفاه مناسب لمكياج أرجواني. إذا كانت بشرتك دافية فبدك تنقي لون الأحمر يجي على بني أو برتقالي، وإذا كانت باردة بدك تنقي اللون الأحمر الفاتح اللي بيجي على وردي أو قرمزي بارد. لون بشرتي بارد فبنقي الأحمر القرمزي البارد. وهيدا هو اللون رح استعمله. عارفة شو ممكن يلبق؟ ما بعرف، خلينا نجرب. أنا عادة ولا ممكن أحط لون أحمر مع لون بنفسجي، بحسهم كتير بيتضاربوا مع بعض. بس تعرفوا شو؟ غيرت رأيي، كتير حلوين مع بعض. ما بعرف ليش اللون الأحمر بارز اللون البنفسجي أكتر. أوكي خليني أفرد شعري ونشوف كيف رح يبين اللوك النهائي. هيدا اللوك النهائي جايز. كتير ضروري تخبروني بالتعليقات إذا حبيتوا اختياري أنا أو الستيل تبعي أنا بالميك اب أكتر، أو حبيتوا الذكاء الاصطناعي أكتر، لأنه أنا كتير متفاجئة. ما كنت متوقع هيك نتيجة أبدا.
ولا بمليون سنة. So guys هيدا كان الفيديو، خبروني بالتعليقات إذا حبيتوا الفكرة، وإذا أنتم رح تجربوا الذكاء الاصطناعي بتاني مرة رح تحطوا فيها ميك اب أو لا. خبروني شو رأيكم بالكومنتس، وأكيد ما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب، وأنا بشوفكم بفيديو جديد قريبا. باي.